ليه جاردن سيتي الجديدة في العاصمة ممكن تبقى أقوى فرصة استثمارية في الآر 5. خليني أبدأ معاكم بسؤال مباشر. لو قدامك فرصة في منطقة لسه في مرحلة البناء والتطوير، هتدخل بدري في مخاطرة محسوبة ولا تستنى لما الخدمات كلها تكتمل وتاخد بسعر عالي جدا؟ النهاردة بنتكلم عن واحدة من أهم مناطق الاستثمار داخل العاصمة، جاردن سيتي نيو كابيتال ار 5. المشروع ده مش مجرد منطقة سكنية، ده نموذج لمستقبل السكن الفاخر في العاصمة الإدارية. أول حاجة فكرة جاردن سيتي الجديدة. أصلا جاردن سيتي الجديدة متاخدة كنموذج للأحياء السكنية التاريخية، لكن بتتنفذ بتخطيط عمراني أذكى وأحدث. الفكرة هنا إنه الكثافة السكانية أقل والمساحات الخضراء أكبر والخصوصية أعلى، وده مهم جدا لأنه العقار الفاخر مش مجرد شكل، العقار الفاخر تجربة حياة كاملة. تاني حاجة، ليه الار 5 مهم استثماريا؟ المنطقة دي تعتبر من أعلى السكن الفاخر في العاصمة، وده بسبب 3 عوامل أساسية. أول نقطة، قربها من المناطق الإدارية، يعني قربها من الحي الحكومي والأعمال والبنوك، وده بيخلي في طلب متزايد من موظفين المنطقة دي. تاني نقطة، التخطيط المعماري. المشروعات في المنطقة دي بتركز على الهدوء والفخامة والمشي داخل المجمعات السكنية بين المساحات الخضراء. ثالث نقطة، نموذج الطلب المستقبلي. الاستثمار هنا مبني على توقع طلب بعد اكتمال الخدمات، مش الطلب الحالي بس. أهم نقطة استثمارية لازم تفهمها، العقار في المدن الجديدة بيمر بمرحلتين. المرحلة الأولى المستثمرين اللي بيدخلوا بدري، المرحلة الثانية المشتري النهائي اللي بيشتري للسكن. اللي بيدخل المرحلة الأولى غالبا بيكسب رأس المال أعلى. المخاطرة اللي لازم أتكلم عنها بصراحة، مش كل مشروع في الار 5 ليه نفس القوة الاستثمارية. لازم تبص على سمعة المطور وسرعة التنفيذ على الأرض، جودة التصميم مقابل السعر، خطة تسليم الخدمات داخل المشروع. لأنه المشروع اللي ما فيهوش خدمات كاملة جواه بيكون أبطأ في قيمته السوقية وبيكون أبطأ عليه في الطلب. الاستراتيجية الذكية للدخول، أفضل طريقة للاستثمار هنا بتكون الشراء في الطرح الأول والاستفادة من أنظمة السداد الطويل، واختيار وحدات ليها إطلالة وفيو مميز داخل المشروع. الخلاصة، جاردن سيتي الجديدة مش مجرد منطقة سكن، ده فكرة استثمار طويل المدى مبنية على النمو التدريجي لقيمة الأرض. اللي هيدخل السوق هنا لازم يفكر كأنه بيشتري مستعمر مش وحدة سكنية. لو بتفكر تدخل سوق العاصمة الجديد، فكر بهدوء واحسبها بأرقام، وخد القرار على أساس قيمة مستقبلية مش قيمة الحالية للسعر بس.